خططت للشهر بتاعي على طريقة سلمى رشوان وده اللي حصل. أول حاجة عملتها جبت ورقة وقلم وقسمت الصفحة لكذا جزء، جزء البيت، جزء الشغل، جزء النفس. بدأت بأول خطوة وهي الجرد. بصيت على كل جزء في الورقة وعملت الجرد. يعني مثلا جزء البيت كتبت فيه الحاجات اللي خلصت من عندي ومحتاجة أجيبها، وده عشان ما اشتريش حاجة ويطلع عندي منها والدنيا تكون زحمة أكتر. وطبقت الخطوة دي على الشغل وكتبت أنا محتاجة آخد كورس إيه علشان يطورني ويفيدني في شغلي، ونفس الكلام طبقته على نفسي. كتبت إيه الحاجات اللي مش محتاجاها فأتبرع بيها، وإيه اللي محتاجة أشتريه فعلا. لكن اللي وضح لي بجد كان الخطوة التانية، تفريغ المهام. لكن الخطوتين دول ما ينفعوش من غير الخطوة التالتة، تحديد قائمة بالحاجات اللي بتشحن طاقتي، لأني مدركة كويس قوي إن نفسيتي هتبوظ لو فضلت مركزة بس على مسؤولياتي والمهام اللي ورايا من غير ما أحسب حساب لطاقتي عشان أقدر أمارس مهامي اليومية. فاعملي فولو عشان تشوفي الفيديو الجاي وبس خلاص.